ديزاين الماستر بيدروم دايما بيكون ليه طابع خاص، لان لما بتيجي تفكر في الماستر بيدروم انت بتفكر في ان اللي هيعيش في المكان دوت هما اتنين بيحبوا بعض، هيعيشوا يحققوا الاحتياجات الشخصية بتاعتهم كلها في المكان ده، وكمان هم عايزين يبقوا بيتفرجوا او بيشوفوا ويحسوا كل اريا من الارياز بتاعت المكان ده شكلها عامل ازاي. عشان كده واحدة من اكتر الحاجات اللي احنا بنركز عليها ان احنا بنبدأ نخش مع الزوج والزوجة ونشوف ايه احسن تفضيلاتهم في الكالرز، في المود العام بتاع كل حاجة. وبنحاول دايما لما نيجي نعمل ديزاين الماستر بيدروم ان احنا نبقى مفيش اتنين، يعني هما الاتنين مش مختلفين على حاجة موجودة فيها. فعشان كده بتكون شوية من اصعب الاماكن ممكن ان احنا بنبدأ نفكر فيها بشكل معين. هنا كمان كان الموضوع اصعب شوية لان كان محتاج ان احنا نغير في المقاسات بتاعة الماستر بيدروم، لان هم كانوا عايزين الحمام يبقى اكبر شوية، وكمان كانوا عايزين منطقة دراسنج كبيرة وكويسة، وفي نفس الوقت المكان بتاع السرير والتسريحة ما كانش كبير جدا. فعشان كده ابتدينا ان احنا نفكر طيب ايه الحاجات الاساسية اللي ممكن ان احنا نعملها، فنبدأ ان احنا نحسس بوسع المكان، وفي نفس الوقت نقدر ان احنا نخلي العلاقة بتاعت كل منطقة من المناطق المختلفة سواء في الدريسنج او الحمام او الماستر بيدروم تبقى مريحة للي هيستخدمها. فابتدينا ان احنا نفكر ان طيب اوكي، انا اول ما هخش من الباب الحيطة الوحيدة اللي اقدر ان انا اعملها فوكال بوينت واقدر ان انا احط فيها السرير بتاعي هي الحيطة اللي في وش الباب على طول. يمكن ده في الديزاين احنا مش بنفضله قوي الا لو ما عنديش حل غير ده. فانا لما فكرت لقيت ان المنطقة الوحيدة اللي موجود فيها السرير مش مجروح، المنطقة الوحيدة اللي ما فيهاش فتحات في الحوايط بتاعتها هي الحيطة اللي في وش الباب على طول. ومع ذلك لما اتكلمنا مع الكلاينت على كونسبت البرايفسي والتفاصيل بتاعته، هو ما كانش عنده مشكلة ان دي تبقى هي الحيطة الأساسية، لأن هي في الأول وفي الآخر هم هيبقى البرايفسي أو نوع البرايفسي اللي هم عايزينه ان هو خلاص ده آخر أوضة موجودة في الشقة، فغالبا ما فيش حد هيبقى بيعدي على الأوضة ديت أو بيبدأ ان هو يبقى كاشفها، فما عندهمش مشكلة في التفصيلة ديت. فابتدينا ان احنا نشتغل على الحيطة ديت ان هي دي تكون الفوكال بوينت بتاعتنا. وكمان من الحاجات اللي هم كانوا بيفضلوها ان هم يحسوا بالهايت بتاع السبيس، فعشان كده ابتدينا ان احنا نعمل خطوط رأسية في الديزاين بتاعنا، والخطوط ديت ابتدت انها كمان ترفلكت بشكل كبير من الاول للاخر في الديزاين. وكمان هم كانوا عايزين ظهر السرير يبقى هو نفسه اللي متنجد، فهو نفسه الحيطة، فابتدينا ان احنا نعمل الظهر التنجيد الكبير اللي موجود، وده نوع متفصل مخصوص علشان خاطر يتحط في الحيطة اللي زي. بعدين ابتدينا ان احنا نفكر طيب احنا عايزين نبين المكان اوسع اكتر، فكنا عايزين نحط مراية كبيرة في الاريا بتاعت الدريسنج، فقررنا ناخد حيطة كاملة نعملها مراية كبيرة. المراية ديت يقدروا ان هم يستخدموها از دريسنج، وفي نفس الوقت يقدروا ان هم يستخدموها لو الزوج لابس من الاول للاخر او الزوجه لابسه من الاول للاخر وعايزين يشوفوا فول بادي ميرور، يبقى برضو يقدروا ان هم يستخدموها از فول بادي ميرور، يقدروا ان هم يشوفوا فيها كل تفاصيل لبسهم وهم جاهزين وهم خارجين. فدي كان واحده من الحاجات اللي لما كنا بنتكلم فيها هي عجبتهم، وكانوا عايزين ان هم يروحوا في الدايركشن ده وفي الاتجاه ده. ابتدينا ان احنا نعمل تي في يونت مع التسريحة، ويبقى في كونكشن ما بينهم بشكل معين متاخدين في جنب من الجوانب بتاعة الأوضة. وهنا كان العلاقة نفسها بتاعة كل الاليمنتس اللي موجودة في الفراغ الأساسي بتاع الأوضة علاقة بسيطة جدا، إن في عندي السرير عبارة عن مستطيل وفي مستطيلين تانيين، وحبينا ان احنا نكسر كل الكلام دوت بالدايره الكبيره بتاعه المرايه، فقدرنا ان احنا نكسر ده بالدايره ديت. وفي نفس الوقت ابتدينا نحط الارضيه كانت عباره عن HDF، فكان هيبقى بتديني الاحساس بتاع الورم في السبيس بتاعي. وفي نفس الوقت الموكات او السجاد اللي هيكون موجود عباره عن برضو دايره عشان يرفلكت مع الميرور، وبرضو اخترنا الكرسي عبارة عن دايرة عشان يرفلكت معاهم. فابتدى ان هو يديني ميكس لطيف جدا في الديزاين بتاعي، والكونكشنز والاليمنتس نفسها بتاعت الديزاين كانت لطيفة.
وكانت مناسبة للكلاينتس واحتياجاتهم، وكمان كانت بالنسبة لهم حاجة شكلها انترستنج، ان في الاخر قدرنا ان احنا نطلعها بالتفاصيل ديت في المساحة الصغيرة اللي كانت موجودة. بعدين دخلنا على الجزء بتاع الدريسنج، والجزء بتاع الدريسنج كان مينلي الهدف الاساسي منه ان هو يتقسم بشكل معين بحيث ان هو ياخد المطبقات في جنب معين او في مكان معين، والمعلقات في مكان تاني، والتفاصيل بتاعه المعلقات في مكان تاني، ويبقى عندهم اماكن للشنط والجزم. فكل الحاجات دي قدرنا ان احنا نوفرها في المساحة بتاعه الدريسنج دي، وقدروا ان هم يبقوا شايفين المساحة نفسها بالعلاقات اللي موجودة جواها مناسبة بالنسبة لهم وفيها اماكن تخزين كويسة. وبعدين دخلنا على الماستر باثروم، والماستر باثروم كان التفضيل بتاعهم هما الاثنين ان هو يبقى درجة اللون بتاعته غامقة شوية، وفي نفس الوقت تبقى اليونتس نفسها والاكسسوارز الصغيرة معمولة من درجات اللون الاسود. فالكونكشن دوت ابتدى ان هو يديني فخامة لشكل الباثروم من جوه بالتفاصيل المختلفة اللي موجودة جواه، وعشان نقدر ان احنا نعمل كونتراست صغير فابتدينا ان احنا نستخدم اليانت بتاعة الحوض من اللون الابيض، والحوض من اللون الابيض، وكمان السداري او التويلت نفسه من اللون الابيض. كل ده برضو هيرفلكت مع الالوميتال الابيض اللي احنا حطيناه. فالكونكشنز بتاعه العلاقه او الكونتراست ما بين اللون الابيض واللون الغامق اللي موجود في الديزاين ابتدى ان هو يخلي المكان نفسه يديني احساس بالفخامه بتاعه المكان، ويديني احساس بان مش كل الحاجات ماشيه كلون واحد، لا في تضاد، والتضاد دايما بيبرز المعنى بتاع الديزاين. ندخل بعد كده على غرفة الولد. وغرفة الولد زي ما قلت لكم قبل كده ان كان الفرنيتشرز هي فرنيتشرز قديمة، فاحنا كنا مجرد ان احنا هنوظفها في المكان وهنضيف ليها بعض الارت ووركس والاكسسوارز اللي هتبدأ انها تفولفيل النيدز بتاعته بشكل لطيف، وقدرنا ان احنا نحطها بالشكل ده، وكمان نبدأ ان احنا نوفق الديزاين عليها بحيث ان يبقى السرير بتاعنا موجود هنا، والفوكال بوينت او التفاصيل بتاعة الديزاين موجودة فوقيه بتفاصيل واضحة. وكمان قدرنا ان احنا نحط مكان للمكتب بتاعه، ومكان كمان لتسريحة صغيرة بحيث ان هو يبقى قادر يستخدم ده as مكتب، وكمان لو حابب ان هو يبقى قاعد بيسرح شعره او بيستخدمها كتسريحة فيقدر ان هو يعمل كده. هنتنقل بعد كده لغرف البنات، وهنلاقي ان في غرف البنات هنا في تفاصيل صغيرة كانت برضو موجودة قبل كده، فابتدينا ان احنا نكمل عليها زي السراير نفسها، وابتدينا ان احنا نحط التجاليد الخشب اللي ورا باللايتنج اللي موجود، الاليمنتس نفسها اللي موجودة على الحيطة واللي موجودة في السقف. ابتدينا ان احنا كمان نزود الظرف بتاعة الدولاب اللي موجود في النص دوت يمين وشمال بحيث انها تديني مساحة تخزين اكبر، والناحية التانية كمان بقى عندي المكتب بتاعهم اللي هم ممكن يذاكروا عليه، وبرضو دولاب تاني ومناطق تانية عشان يحطوا فيها الكتب بتاعتهم واللعب بتاعتهم. فقدرت ان انا احط مناطق لخزين في كذا مكان، لان هم كان مينلي الهدف او الحاجة الاساسية اللي كانوا طالبينها ان هم عايزين اماكن لتخزين لعب واماكن لتخزين كتب وحاجات مختلفة علشان يقدروا ان هم يبقوا بيحطوا فيها كل الحاجات ديت، بجانب ان هم محتاجين الدولاب بتاعهم يبقى دولاب كبير عشان يفولفل الاحتياجات او الهدوم بتاعت الطفلتين اللي موجودين في المكان ده. كده احنا عدينا على 3 غرف نوم بصورة سريعة، وفهمنا احنا لما جينا نفكر في الديزاين بتاع كل غرفة من الغرف ديت فكرنا في الديزاين بشكل عامل ازاي، وقدرنا ان احنا نطلع المود بوردز والاختيارات بتاعت المود بوردز حولناها ازاي لديزاين وايز، وقدرنا ان احنا نطلع الديزاين كامل بكل التفاصيل بتاعته في كل غرفة من الغرف ديت. والكلاينت ابتدى ان هو يبص عليهم، كلاينت عدل مرة واثنين وثلاثة، بس في الاخر التعديلات كانت بسيطة جدا لان احنا كنا مركزين من الاول خالص على الدايركشن الصح اللي احنا المفروض نمشي فيه as a pre-design و design concept. ساعتها سهل علينا بشكل كبير جدا ان وانس ان احنا بنطلع الديزاين بالتفاصيل بتاعته الكلاينت بيبقى شايف ان هو ده بالظبط الدايركشن اللي احنا عايزين نروحه والاتجاه اللي احنا هنتحرك عليه. هنتنقل بعد كده للدور الثاني والروف، وهنتكلم على التفاصيل بتاعته في الحلقة